الفنانة الجميلة أنغام بعد ما رجعت مصر بالسلامة الحمد لله وربنا الحمد لله يعني شفاها. فنزلت تسجيل بتشكر فيه كل الناس اللي وقفت جنبها ودعمتها. تعالوا كده نسمع مع بعض ونشوف قالت ايه. صباح الخير. أنا فكرت أكتب ولا أتكلم بصوتي، وحسيت إنه أنا محتاجة أتكلم معاكم بصوتي وأقول لكم، لكل حد وقف جنبي وكل حد دعالي من قلبه، وكل شخص حتى اكتشف إنه بيحبني أو حتى ما كانش بيحبني وقرر بإنسانيته وبحنيته وبقلبه إنه يدعيلي ويدعمني في المحنة اللي أنا عديت بيها. بشكركم من كل قلبي، من كل قلبي. انتوا دعيتوا وربنا استجاب، ودعاكم كان هو الدواء، وهو الإيد اللي بتطبطب، وهو الحنية، وهو اللي وقفني على رجلي بعد ربنا وبعد الدكاترة. ومش عارفة أقول إيه، مش عارفة أتكلم، ومش عارفة ما أبكيش من فرحتي ومن الامتنان ومن الشكر لله وليكم اللي مالي قلبي دلوقتي ووقفني على رجلي. انتوا دعيتوا لأنغام يمكن في قلوبكم، بس انتوا دعيتوا كمان لأم اتمنت من ربنا انها تكمل شوية عشان تكمل حياة مع أولادها وتفرح بيهم وترجع تعيش في وسطيهم تاني. انا كان كل خوفي ان انا اسيب ولادي. مكنتش عايزة حاجة خالص من الدنيا غير بس مدعي ربنا ان انا ارجع لولادي. ربنا يا رب يتم شفاها على خير. أنغام جميلة وناس كتير جدا بتحبها وقلبها أبيض، وفعلا يعني ناس كتيرة جدا كانت بتدعي لها من قلبها، وأنا من ضمن الناس دي اللي بتمنى لها ربنا يا رب يشفيها ويعافيها. وناس كتيرة برضو اتمنت لها ان هي يعني ترجع بعد التعب اللي هي شافته ده، يعني ترجع تبطل غنى او ترجع او تلبس الحجاب. ناس كتيرة جدا اتمنت لها من قلبها، يعني مجرد تمني كده ودعاء. قالوا لها، في ناس قالت لها اعملي عمرة بعد ما ترجعي وقرري خلاص تسيبي الفن تماما. وفي ناس تانية قالت لها يعني البسي الحجاب وسيبك من الفن ده تماما. وفي ناس تانية قالت لها يعني موضوع التعب ده يعني حاولي انك انتي تبصي للجزء اللي ممكن يكون ربنا او الرسالة اللي ممكن يكون ربنا بعتها لك، ان ده يكون سبب انك تبعدي عن المجال ده تماما وتسيبيه وتبعدي عن الغنى خالص. وربنا يوفقك بحاجة تانية تكون رزقها حلال وربنا راضي عنها، لانك انتي قلبك جميل وابيض وناس كتير جدا جدا بتحبك.